السلام عليكم. طبعا اليوم احنا شرح جديد اللي هو مشكلة الفيروسات اللي هي تطلع اعلان او انت هيك تطبيق الحالة موجودة، التليفون عفوا، حالة موجودة يطلع اعلان. ليش ما حد يعرف السبب؟ يابا انا مسوي شي بالتليفون قام يطلع اعلانات الحالة، مو شي غلط. ليش دا يطلع اعلان؟ الاعلان دا يطلع السبب التطبيقات اللي تتحملها من خارج متجر بلاي. طبعا هاي ما يخالف، ماكو اي مشكلة، تقدر حيرجع الجهاز خلال دقائق يرجع يشتغل عادي. أني صارت عندي هالمشكلة البارحة، ورحت طبت على اليوتيوب أدور، هذا يقول لي روح على موقع فلاني، هذا يقول لي روح إذا فيش تطبيق، هذا طبع الإعدادات الغيش تفعيل. المشكلة أني تقريبا غلقت ربع الجهاز، ماكو مسحت كل التطبيقات، ماكو ظل إعلانات تطلع. فقلت أنا إيش أحتاج؟ أنا أحتاج تطبيق يخلي لي يطلع لي أي تطبيق يشتغل بالشاشة، آخر تطبيق بالشاشة يشتغل طلع لي إياه. فقلت لازم ادور على ايش تطبيق، رحت طبيت على جوجل ودورت، ظليت ادور لحد ما لقيت هذا التطبيق. هذا التطبيق لقيته بجوجل. هذا التطبيق يخلي يطلع لك اخر شيء موجود او اشتغل بالشاشة، اخر شيء. منه وافق واستمر، اول شيء تفعله، فعلته، فعله السماء، تمام، هسه تفعل، تمام تفعل. اطب على اي تطبيق، يعني هاي يعني هو اول ما يطلع اعلان هذا عندك اعلان، يعني تنتظر الاعلان طلع. مثلا أنا أحط على تطبيق لأن أنا ما يطلع عندي إعلانات هسه. طبعا هسه أنا باعتبار هذا التطبيق ده يطلع إعلانات، راح أطب هنا هذا التطبيق آخر شي اشتغل، تمام. إذا طلع التطبيق عادي منا على هاي والغاء التثبيت، تمام. هسه أنا حتقول لي بكر أنا طلع لي، ما طلع لي هيك، أنا طلع لي أداة تثبيت حزم مدري شنو. أنا البارحة طلعت لي الأداة تثبيت الحزم هي اللي تطلع لي الإعلانات. طبعا شلون تسوي تحل المشكلة مالتها؟ خامات ما تلغي، ما تقدر تلغي تثبيتها أصلا هاي، لأن هذا تطبيق نظام. إذا طلع شيء من تطبيق النظام فايش تسوي؟ تروح على هاي أمات، وتروح على استخدام البيانات وبيانات الخلفية، هاي مجرد أطفيها خلص، بعد ما يطلع لك إعلان لو تنقلب الدنيا. إذا طلع لك إعلان وتعال عاتبني، إذا طلع لك تطبيق فاحذفه، إذا طلع لك تطبيق عادي، مرة تطلع تطبيقات مخفية فألغي تثبيتها وخلاص. أما إذا طلع لك تطبيق نظام طبق هاي وانتهى الشرح. يا رب أتمنى يعجبك الشرح. إذا عجبك فحط لايك. طبعا هذه الطريقة مضمونة 100%، لأن أنا جهازين سويت بيه، أنا صارت عندي مشكلة بجهازين، كل جهاز مختلف، واحد طلع لي من تطبيق نظام وواحد طلع لي من تطبيق عادي. وهاي الحمد لله، مثل ما تجي تشوف الإعلانات ماكو، مو موجودة أصلا. وبس، سلام.